وعرف باللي البابا ديالو طاح بالكينه. اليوم علاء حط هاد ستوري اللي كتشوفوا، من بعد حط ستوري واحد اخر وقال لي فان ديالو غير صبروا عليا على ما نتكلم وغادي نحط لكم دي ستوري نعاود لكم فيهم اشنو واقع بالضبط. وداكشي اللي وقع قال البارح غبر على انستغرام حيتاش كانوا عنده شي مشاكل، ولكن قال بلي غادي يتحلوا وغادي يعاود يرجع للانستغرام كيف ديما. قال باللي في الغولاسيون ديالو عطى اكثر من جهدو اي حاجه زوينه الا انه تصدم وعرف شي حوايج اللي دمروه. وصراح باللي البارح كان اخر نهار في الغولاسيون ديالو هو وشريكه الحياه ديالو. قال باللي كان في علاقه نرجسيه وحتى انه بدا كيشرب الدواء باش يتكالبا، والحمد لله انه خرج منها بصحيحته. والسبب باش غادي يبدا المشكل هو انه قالت له بلوكي اختك وما تبقاش تهضر معاها، فبطبيعه الحال هو جاتو صعيبه انه يبلوكي اختو وما يبقاش يدوي معاها، ما بغاش. قال باللي ما كانش باغي انه يعاود او لا يخرج الحياه ديالو للناس حيتاش باقيين بزاف ديال الفرص قدامه، باغي يسافر، باغي يدير وليداتو من هنا لقدام، علاش لا. ولكن عرف البيبي ديالو طاح بالكينه، وكانوا عارفين بزاف ديال الناس هاد الحقيقه ولكن كانوا مدورينه وما قايلين له حتى حاجه، وهذا الشيء اللي خلاه يخرج ويدير هاد لي ستوري. وقال لولا هاد الحقائق اللي بانوا في الاخر كان غادي يتدمر نفسيا حيتاش غادي كيبغي بنيته، ولكن دابا كره كل شيء وحتى داك الحب ما بقاش. اخر ستوري وجه لها رساله قال لها باللي باغي طلاق اتفاقي بلا ما يوصلوا شي مشاكل اللي كبار. وهادشي اللي كاين احبابي، الطلاق ما نبغيوه حتى شي واحد واخا يكون عدونا، الله يدير لهم شي تاويل ديال الخير والخير فيما اختاره الله. ما تنساوش تخليو ليا جيم وحركه الاكسبلور وشي كومونتير باش نتحفز اختي. السلام عليكم.